المرض والمحن اللي بنمر بيها عمرها ما كانت عقاب، بالعكس، يمكن الإنسان المبتلى بيكون أقرب وأحب من غيره إلى ربنا. ربنا لو ما كانش شايف جوه قلبه الخير والنبتة الصالحة ما كانش ابتلاه وافتكره. لو ما كانش فيه رجاء كان سابه يكمل في معصيته وجبروته عشان نهايته تكون قوية وعقابه يكون شديد يوم ما يكون بين ايدين ربنا. لكن المبتلى من كتر حب ربنا له ابتلاه عشان عايز يسمع صوته أكتر ويقربه منه وياخده في حضنه وينقيه، عشان يوم ما يقابله يفرح بيه ويجازيه لأنه طهر قلبه من كل شيء أغضب بيه ربنا. واحنا صغيرين كنا بنسمع جملة إن أكتر الناس ابتلاء هم الأنبياء. تفتكروا لو ربنا كان كارههم كان ابتلاهم؟ سيدنا أيوب ويوسف ويونس ونوح ومحمد وكتير غيرهم اللي ابتلي بمرض أو في حياة، هل ده كان عقاب من ربنا ليهم؟ هل ده كان كره ليهم وعذاب؟ لا، ده كان اختبار لصبرهم وحب من ربنا إنه يسمع مناجاتهم ويقربهم منه. ولو قست ده على نفسك وسألتها، لو ابنك أو صاحبك اللي بتحبه قوي بعد عنك وانشغل، هتسيبه؟ هتسيبه يبعد وما تسألش فيه، ولا هتعاتبه بحب عشان يرجع ليك من تاني؟ لكن هتسيبه يبعد عنك ومش هتهتم بيه في حالة واحدة، لما تحس إنه مش فارق معاك ولا بعده عنك له أهمية عندك. وقتها بس مش هتعاتبه ولا هتحاول إنك ترجعه ليك. بلاش تعتبره إن المرض أو الابتلاء بأنواعه عقاب. الأفضل إننا نعتبره عتاب من ربنا لإنسان بيحبه وحش صوته وقربه منه، عشان كده بيعاتبه عشان يرجع من أول وجديد لحضنه. وخليك عارف كويس إن لو ربنا مش فاكرك ببلاء وامتحاناته يبقى أنت خارج رحمته، يبقى هو ده العقاب. الابتلاء رحمة ورسالة حب من ربنا، افرحوا بيها واحترموها وارضوا بيها، عشان في النهاية العطايا هتكون أكتر مما تتخيلوا. واوعى تشمتوا في حد ابتلاه ربنا بمرض أو فقد حد أو أي نوع من الابتلاء، لأن أنت ما تعرفش مين الأقرب لربنا. واعرف إن الإيمان مش بس بالشكل، الإيمان بالفعل والتصرفات والمعاملة الطيبة.